تصدقوا أنه قبل 150 سنة ما حد كان يعرف شكل الكعبة إلا إذا راح يحج أو يعتمر؟ أيامها ما كان في ولا صورة حقيقية للكعبة ولا المسجد النبوي ولا منى وعرفات. كل شيء كان في الخيال أو في رسومات المستشرقين. إلين ما ظهر ضابط مصري اسمه محمد صادق، شال كاميرته وراح للحجاز، وصار أول شخص يوثق الأماكن المقدسة بعدسته وخلى المسلمين يشوفوها لأول مرة. أنا عاصم الغامدي وهذا المدوان عن أول من التقط صور الحرمين، محمد صادق باشا. قبل انتشار الصور والتصوير الفوتوغرافي كانت تصورات المسلمين عن الحرم والكعبة المشرفة مرتبطة بالمخيلة الشخصية وأوصاف الرحالة وبعض الرسوم القديمة اللي برغم جمالها إلا أنها كانت غير واقعية في نسبها الهندسية وألوانها. بعض هذه الرسوم ظهرت في شهادات كانت تعطى للحجاج. مع بداية العصر الحديث ظهرت بعض اللوحات في كتب المستشرقين الأوائل، زي اللوحة اللي جابها المستشرق السويدي ميخائيل إنيمان من اسطنبول عام 1709، اللي تعتبر واحدة من أقدم اللوحات الزيتية الموجودة للحرم المكي. استمر الوضع بهذه الصورة إلين ما ظهر اسم المصري محمد صادق. محمد ولد في القاهرة عام 1822 والتحق بالكلية الحربية بالخنكة في مصر ولمع نجمه فيها. وقت دراسته انصقلت موهبته في فنون المساحة ودراسة الرسم والطبوغرافيا اللي هي علم تضاريس الأرض، وبسبب تميزه جاته دعوة عشان يكون في بعثة عسكرية علمية متوجهة لفرنسا. وجوده في باريس تزامن مع بروز التصوير الفوتوغرافي اللي تطورت تقنياته بشكل كبير بعد اختراع الكاميرا، الاختراع اللي أشغل العالم وقتها، وكان الناس يتكلموا عنه واسط القرن التاسع عشر زي ما يتكلموا عن الذكاء الاصطناعي اليوم. وترجع أصول فكرة الكاميرا لعالم البصريات المسلم الحسن بن الهيثم. في باريس تعرف محمد صادق على تقنيات التصوير وتحميض الصور في الغرف المظلمة اللي كانت أعقد من طريقة تحميض صور الكاميرات الفيلمية اللي بعضكم ممكن يعرفها. المهم صارت بين محمد صادق والكاميرا علاقة مميزة، وألح المسؤولين في الجيش المصري إنهم يطلبوا كاميرات، وقال لهم صدقوني راح تفيدنا في التوثيق وفي العمليات العسكرية. لما خلص محمد صادق دراسته رجع القاهرة بدبلوم الهندسة الحربية كمهندس عسكري وخبير خرائط ومساح جيولوجي، وفوق كذا مصور فوتوغرافي لماح، شايل في يده أول كاميرا خاصة اقتناها على الأغلب من فرنسا. في مصر أتعين مدرس لرسم الخرائط في المدرسة الحربية في القلعة، ووقت عمله هناك قدر يقتني أحدث أدوات القياس اللي كانت متاحة هذاك الوقت. استمر محمد صادق في شغله مع الجيش المصري إلين ما جاء عام 1860. وقتها وصلوا تكليف مهم من والي مصر محمد سعيد باشا. الوالي طلب منه أنه يرافقه في رحلة للحجاز، وقال له أبغى منك ترسم خريطة دقيقة للطريق بين مصر والحجاز ومعاها جدول لقياس المسافات. استلم محمد صادق المهمة وانطلق مع البعثة، ووثق التفاصيل بدقة في تقرير بعنوان نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية من الوجه وينبع البحر إلى المدينة النبوية وبيان خريطتها العسكرية. وطبعا كانت معاه كاميرته اللي كان يسميها الآلة الشعاعية. وأول ما وصل المدينة المنورة بدأ يلتقط أول صور في تاريخ الحرم النبوي الشريف من الداخل والخارج. قرر يطلع على برج الطوبخانة، وهذه كلمة تركية ترمز لمكان تخزين المدفعية في المدينة. ومن فوق البرج قدر ياخذ صور عامة للمدينة المنورة تشمل القبة الخضراء، وكان دائما يقول إنه فخور كونه أول واحد ياخذ هذه الصور زي ما كتب في تقريره. في نفس الزيارة راح محمد صادق لمقبرة البقيع، وبعدها رجع لينبع ومنها للسويس إلى ما رجع للقاهرة. والصور اللي التقطها في المدينة المنورة عرضها في الجناح المصري في معرض فيلادلفيا عام 1876. طبعا ممكن بعضكم يسأل الآن ويقول طيب متى صور محمد صادق الحرم المكي؟ الجواب جاء في رحلته التاريخية للحجاز عام 1880. فهذه السنة الخديوي توفيق عين محمد صادق أمين سرة المحمل المصري، يعني المسؤول المالي والإداري عن القافلة السنوية الرسمية اللي كانت تسيرها مصر للحجاز، وكانت فيها كسوة الكعبة ومعونات الحج. وتطرقنا للكسوة المصرية في حلقة سدانة الكعبة. محمد صادق انطلق مع المحمل المصري باتجاه الحجاز في 27 سبتمبر عام 1880 من ميدان محمد علي بحضور الخديوي محمد توفيق باشا، طبعا في يده كاميرته الفوتوغرافية. وهذه المرة كان ناوي على مشروع توثيق بصري يعتبر الأول من نوعه في التاريخ الإسلامي، مشروع تصوير الحرمين الشريفين. أول ما وصل مكة بدأ يصور الحرم والكعبة المشرفة والصفا والمروة والحجاج والمشاعر المقدسة في منى وعرفات. ولما راح المدينة صور صور إضافية للمسجد النبوي قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ صور للشريف شوكة باشا حارس المسجد النبوي وللشيخ عمر آل الشيبي سادن وحامل مفتاح الكعبة هذاك الوقت. بعد ما صور سادن الكعبة أهداه الصورة ومعاها هذه الأبيات اللي ذكرها في كتابه الأشهر مشعل المحمل. قال له قلبي يصور شخصكم في كعبة بنيت على الرحمات والأنوار، فالقلب مشتعل بنار فراقكم، أوليس كل مصور في النار
بيدي رسمت مثالكم في رقعة أملا لقرب الود والتذكار. ويبدو لما قال وليس كل مصور في النار كان يستنكر بعض الفتاوى اللي حرمت التصوير هذاك الوقت. في المجمل صور محمد صادق عدد كبير من الصور في رحلته لمكة والمدينة، وانشهر كأول شخص يوثق الحرمين الشريفين ومناسك الحج فوتوغرافيا. وبعده ابتدأت رحلة الأرشفة الفوتوغرافية لمواسم الحج، وشاف المسلمين والعالم صور حقيقية للكعبة ومكة والمشاعر المقدسة لأول مرة بفضل رحلة عام 1880 اللي تحولت لأيقونة مهمة في تاريخ الحج. وبسبب هذا الإنجاز حصل على لقب بيه وصار اسمه محمد صادق بيه. واللي يحب يعرف أكثر عن أسرار وخبايا هذه الرحلة التاريخية أنصحه يقرأ كتاب رحلة مشعل المحمل اللي دون فيه يومياته بشكل مفصل. بعد هذه الرحلة بسنة شارك محمد صادق في المؤتمر الدولي الثالث للجغرافيين في البندقية، وعرض ألبوم خاص من الصور اللي التقطها في مكة والمدينة، وفاز بميدالية المؤتمر الذهبية. وبعدها ب3 سنوات زار محمد الحجاز مرة ثانية ودون مغامراته ويومياته في كتابه الثالث كوكب الحج في سفر المحمل بحرا وسيره برا. بالمناسبة في هذيك الفترة وتحديدا عام 1885 زار مستشرق هولندي اسمه سنوك هارخروني مكة، وقابل مصور مكاوي اسمه الدكتور عبد الغفار، وأبدع الاثنين في تصوير الشخصيات والحجاج والأماكن المهمة في الحرمين. وعلى فكرة الدكتور عبد الغفار يعتبر أول مصور مكي للحرم، لكن أول من صور الحرم هو صاحبنا محمد صادق اللي قرر عام 1896 إنه يجمع كل مدوناته وكتبه في مؤلف واحد بعنوان دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج، بهدف خدمة الحجاج والمسافرين للحجاز. وكرمته مصر بوسام رفيع وميدالية ذهبية عام 1887 تقديرا لجهوده وعطاءاته في خدمة علوم الجغرافيا والتاريخ وتوثيق رحلة الحج. وعام 1902 تم منحه لقب باشا وتعين محافظ للعريش، بس بعد أقل من شهرين من توليه المنصب تعرض لضربة شمس قوية وتوفي بسببها في القاهرة وعمره 80 سنة تقريبا. في النهاية خلوني أسألكم، اليوم إحنا نعيش في زمن كل شيء موثق فيه والكاميرات معانا في كل مكان، كيف تتوقعوا تكون تجربة الحج لو ما كان في تصوير؟ وإيش رأيكم في ظاهرة التصوير داخل الحرم وفي صحن الطواف تحديدا اللي انتشرت بين المؤثرين مؤخرا؟ هل تشوفوها عادية ومن حقهم ولا في غير محلها؟ وليش؟ لا تحرمونا من آرائكم في التعليقات، وإذا عجبتكم الحلقة فلا تنسوا تشتركوا في القناة.